النضج النفسي. يعني ايه نضج نفسي؟ وهل ان اي شخص اكبر سنا معناه ان هو اكثر نضجا نفسيا؟ بص يا صديقي، باختصار النضج النفسي ده او الشخص الناضج نفسيا هو الشخص اللي بيقدر يتحكم في انفعالاته، اللي بيقدر يعبر بمشاعره من غير ما يجرح اللي قدامه. لو اتحط في اي مشكلة او موقف ما بيهربش ولا بيندفع، بيحاول يهدى ويفهم الموضوع صح ويتصرف بحكمة. بيكون دايما عنده تقبل لأي حاجة بتحصل له، أي حاجة بتحصل حواليه، علشان هو مؤمن داخليا إن الحياة مش هتمشي على مزاجه، مش هيمشي الحياة على مزاجه. ده عكس الشخص الغير ناضج نفسيا، بيكون دايما شخص اندفاعي، ممكن يجرح اللي قدامه بالكلام، دايما متضايق من أي حاجة بتحصل له لو حاجة مش كويسة، لأنه مش مدرك إن هو مش هيقدر يسيطر على كل حاجة حواليه، وإن مش الدنيا هتمشي على مزاجه. لو حد نقده أو حاجة ممكن يندفع عليه او يغلط فيه لانه مش بيتقبل النقد، على عكس الشخص الناضج نفسيا. ودي مهمة جدا من الصفات اللي بتميز الشخص الناضج نفسيا، ان هو بيتقبل النقد وبيتعلم منه. مثلا لو في 2 اتخانقوا، في واحد منهم بيندفع، ممكن يقل من اللي قدامه، لو في بينهم اسرار بيبدأ يفضحه يجرحه بالكلام، وده الشخص اللي بيكون اقل نضجا نفسيا. على عكس الشخص التاني، الشخص الاكثر نضجا نفسيا، شخص بيحاول يلم الموضوع، يهديه، ما يحاولش يندفع او ينفعل، ولو في بينهم اسرار مستحيل يطلعها، بيحاول يحافظ على العلاقة دي تفضل مستمرة. فالنضج النفسي غير مرتبط تماما بالسن، مش شرط ان شخص يكون اكبر منك سنا معناه انه اكثر منك نضجا نفسيا، لا، زي ما قلت لك النضج النفسي هو مرتبط اكثر بالشخص اللي بيكون عنده تحكم في انفعالاته، ما يجرحش اللي قدامه بالكلام، بيكون دايما عنده تقبل للنقد وبيتعلم منه، متقبل اي حاجة بتحصل له في حياته علشان هو مدرك ان الحياة مش هتمشي على مزاجه. فانت لو حابب تعرف معلومات اكتر عن النضج النفسي او حابب توصل لمرحلة من النضج النفسي، احنا ممكن نساعدك في ده. فانت ممكن تتواصل معانا على رسائل الصفحة، ويا ريت تعمل لنا لايك للفيديو ده وتشوف الفيديوهات القديمة. احنا دايما بنعمل فيديوهات وبننزل محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات، فلو انت حابب تكون واحد مننا يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي. وما تنساش ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.